على حساب البرلمان العراقي مقدمات ترمم وكروش تشفط ومؤخرات تسقل، انتخابات قريبة وحرب الفضائح بدأت. الملفات المسربة تقول إن الملايين صرفت على عمليات تجميل النواب، أبرزها تعديل أسنان النائب أحمد العلواني في عمان ب8,000 دولار، ومبلغ غير معروف لعملية عرق النساء للنائب كمال الساعدي، فيما خصصت لمؤخرة النائب خالد العطية 59 مليون دينار لإجراء عملية البواسير. هذا ما أعلن، وما خفي كان أعظم. أخبار هذه المبالغ وردات الفعل عليها اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. مسائل العلاج اللي حددها قانون الموازنة، والمقصود بها في قانون الموازنة هو حالات العلاج التي يحتاجها النائب في مسائل قد يتعرض لها من جراء العمل في مجلس النواب، من جراء أداء دوره الرقابي. جميع العمليات أجريت خارج العراق، فيما حطمت بواسير الشيخ خالد العطية الرقم القياسي باجتياحها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لم يسبق له مثيل. أنا سويتها ب85 مليون، هو مسوي رخيصة هاي العملية مال البواسير، كلش رخيصة، الله يكون بعونه. صار عندي فضول أن أشوف هاي المؤخرة، هاي الملايين اللي انصرفت عليه، ايش صار بيها؟ شنو اللي تغير بيها؟ أدري هذا مجلس نواب لو مجلس عطلات. النائب خالد العطية قال إنه أجرى بالفعل عملية لكنها ليست للبواسير، من دون أن يذكر حجم المبلغ الذي حصل عليه من البرلمان الذي يقول المتابعون إن عمليات تجميل نوابه تفوق عدد القوانين التي صوت عليها. المقدمات والمؤخرات والكروش والوجوه المجدودة والشفاه المنفوخة أجزاء وضع فيها النواب رهانهم، وربما ستكون الفيصل في خسارة الانتخابات المقبلة، أو هو استهزاء بعدم قدرة الشعب على التغيير رغما عنهم، مستفيدين من مواد في قانون الانتخابات الحالي كما في المقاعد التعويضية مثلا. ماجد عبد القادر، العربية، بغداد.